كده النادي الاهلي كبير. نذهب إلى تقرير محمد نصر وتاريخ الأهلي والإسماعيلي. وعلي ابو جريشه جوه في النص هو وزيزو، ادي علي ابو جريشه وعد زيزو وعلي ابو جريشه هيرفع علي عند ابراهيم عبد الصمد هناك، ما رفعش وادى مصطفى يونس، وعلي ابو جريشه ماشي، علي ماشي من واحد وهيمشي من الثاني ومشي من الثاني علي، وضربه جزاء صحيحه وعاطف عبد العزيز وصابت البطل وعاطف جول وعاطف عبد العزيز في سيطره من نادي الاسماعيلي وانفراد لبشير وبشير يحطها ويحط جول بشير عبد الصمد. عثمان ابو زيد وجمال الطلي لاصابات الملح، وفي اليمين مع النادي الاهلي ورمضان وجول رمضان. فيليكس وليد مره ثانيه، رمضان وجول الجول الثاني واوفر وجول رمضان المتعلق وعدى ايمن شوقي وحطها في سعفان الصغير الجول الرابع. واحمد رزق يرد شوبير وعماد سليمان وجول وفكري واحمد رزق والجول الثاني وبشير ويكمل وفي القائم تيجي وجول الاسماعيلي. اهو احمد فكري الصغير، احمد فكري وبتتخطف منه لكن بياخدها مره ثانيه ويجرب ويشوط وجول الاسماعيلي، احمد فكري الصغير. لمحمود جابر كره كنترول محمد حازم بيفرد ويقدر يجيب جول ومحمد حازم جوه ال 18 ليه شأن طبعا. 15 طارق وبيلعب كره حلوه جوه جول حسام حسن وارضيه بعرض الملعب اللي بيشوط في الجول شوطه جامده، الجول الاول للنادي الاهلي واماميه طويله حازم في الدقيقه 32 من الشوط الثاني. حازم خلص نفس رمضان، هو جول رمضان، طلع مره ثانيه الى حسام جول اتعدلت على رجل الشمال وبتقع وجول يلعبها لسمير كمونة عشان يحط الهدف الرابع للنادي الاهلي. المصرية إلى دور الثمانية في دوري رابطة الأبطال الإفريقي. الأهلي والإسماعيلي لأول مرة معا في دوري المجموعات منذ عام 1986 عندما التقى الفريقان في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، وصعد الأهلي وخرج الإسماعيلي بعد أن تعادل بدون أهداف في القاهرة ثم بهدف لكل فريق في الإسماعيلية. وأعتقد أن عودة الحب المفقود أو جزء منه إنجاز التعبير بين جماهير الإسماعيلي والأهلي بعد فترة طويلة من الخلافات والمشاحنات بين الجماهير العظيمة هنا وهناك، وهذا الحب يمكن أن يكون خطوة على الطريق الذي افتقدناه وما زلنا نفتقده بين الأهلي والإسماعيلي مهما كانت المبادرات ووصلات الحب والود المصطنع، ويبقى ما في القلب من كره وتعصب، ويؤسفني أن أقول ذلك، كره وتعصب، ولو إنه الحقيقة التي نختفي وراءها. والفرصة قائمة بين الناديين الكبيرين من خلال قيام جماهير الأهلي العظيمة بدعم النادي الإسماعيلي البرازيلي خلال مباريات دور الثمانية، وأن تقوم جماهير الإسماعيلي الرائعة المبهرة بدعم النادي الأهلي الكبير خلال مبارياته أيضا في دور الثمانية، ولترتفع أعلام الأهلي مع الإسماعيلي في مدرجات الإسماعيلية يحملها حربي وجزرة وحسين وقائد الجماهير حسني مبابة برابطة الأهلي فانز يدا بيد مع شكوكو وسيد عبد ربه وشوقي بالطبلة الشهيرة في استاد الإسماعيلية. ولتأتي رابطة اليولو دراجونز الإسماعيلوية البرازيلية لترقص السامبا والرومبا هنا في استاد القاهرة مع رابطة الألتراس الأهلاوي الجبار من نار يدا بيد
هي يد واحدة بين حمام وائل قماش وعلي زيدان، واليلو دراجونز مع الأهلاوي أبو علي وريعو وإدريس وكريم. قادة الألتراس الأهلاوي الريد ألتراس روح واحدة وعمر واحد وفريق واحد، هو الإسماعيلي المصري والأهلي المصري. تعالوا نجرب، وبالبلدي كل جمهور يشجع ناديه بس بهتافاته الرائعة دون التعرض للفريق الآخر، ولو مرة واحدة بس نجربها ونشوفها، وأقسم بالله هتكون نقلة رائعة في علاقة الناديين مع بعض. وستكون التجربة بين جماهير الأهلي والزمالك العظيم أيضا بهذه الطريقة نقلة هي الأروع في تاريخ التشجيع المصري، صدقوني. المهم أن يمتنع المتعصبون في الإعلام والنقد والصحف النوعية وبعض صحف الأندية الهدامة في عناوينهم، وأيضا المسؤولون في الأندية بتصريحات نارية تؤجج مشاعر التعصب الكروي بين الجماهير في الأهلي والزمالك والإسماعيلي. والرجاء كل الرجاء أن نعيد جزء من الحب المفقود أو الحب الضائع بين أعظم جماهير على وجه الأرض، جماهير كرة القدم المصرية، فوداعا للعنف والكره وكل ما لا يمت للرياضة بصلة بين الشباب الإسماعيلاوي والأهلاوي والزملكاوي، اليلو دراجونز الإعصار، الوايت نايتس من نار، والريد ألتراس الجبار. عليهم مسؤولية الحفاظ على صورة المشجع المصري في الداخل والخارج من أجل تشجيع نظيف ودخلات رائعة وفنون ليس لها مثيل في مدرجات كرة القدم لم نرها من قبل لهذا الجيل من المشجعين. فعلا هو رائع. تعالوا نجرب مرة واحدة بس، شجع فرقتك وغني ولحن واعمل دخلات محترمة لا تمس الآخرين. نجرب ماتش واحد بس، الأهلي والإسماعيلي والأهلي والزمالك، لأنكم لو عملتوا كده هيبان كل الدخلاء بينكم اللي عايزين خراب واللي بيتكلموا باسمكم وبيحاولوا يكونوا في الطايفة بتاعتكم. صدقوني هتحسوا قد ايه الواحد راضي عن نفسه ومحترم لنفسه وبنفسه من غير شتيمة ولا إساءة بعد المباراة. ولتسقط مقولة لو بطلنا نشتم نموت. هي دعوة من مصر عاشق للدراويش وجماهيره العظيمة، هو الهان بحب الزمالك وجماهيره الرائعة، ومتيم بحب وعشق الأهلي وجماهيره المخلصة، ويتعبد في محراب حب منتخب مصر وجماهير مصر التي لن يجود الزمان بمثلها على مر الزمان. ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة، ولا أي كلام ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكفة. ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. أم الدنيا مين ولا في زيها فين؟ بلادي في حباب العين لا وأقرب من كده، دي بلد عم نجيب سويل وسما والعندليب، بليدة وبليغ والخطيب وناس كتير جامدين كده، بلد عمر الشريف عادل إمام أبو دم خفيف، حسن شحاتة غني عالتعريف، إيه تاني أحسن من كده؟ مصر بحبها بلدي واللي يمسها أكله